أيها الشعب الأبوتشي العظيم، في هذا الفيديو راح أحاول أحكي شوي عن كمية أو جزء من كمية التناقضات اللي بتعيشوها، والثورات اللي بتعلنوها أو اللي بتسمعوا عنها، والانتصارات اللي عم تحققوها على مدى 40 سنة، وكل سنة في انتصار، ويوميا في البيانات اللي بتصدروها والتصريحات اللي بتطلقوها، يعني تسونامي الانتصارات الهائلة اللي بتحققوها. لكن كل هذه الجعجعة عندما نأتي وننظر إلى الطحن لا نجد سوى الخيبة والخذلان والخداع. لماذا هذا الكلام؟ تفاصيل الإجابة عن هذا السؤال ستجدونه في هذا الفيديو. في بدايات الثورة السورية أو الأحداث التي شهدتها أو الانتفاضة، هي كانت ثورة. في بدايات الثورة على النظام الأسد في 2000 ونهاية 2011 بداية 2012 وحتى هذه اللحظة، كل التصريحات التي تتهم حزب الاتحاد الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني بأن يعني هذه تصريحات ومفادها أنه هنالك علاقة، هنالك تعاون وثيق ما بين حزب العمال الكردستاني وما بين حزب الاتحاد الديمقراطي. قيادات وإعلامي ومثقفي هذا الحزب يقولون نحن مع النظام السوري، حاشا وكلا أن نكون مع هذا النظام الدكتاتوري الذي نحن كنا أكثر الناس الذين يدفعون ضرائب مناهضة هذا النظام، ونحن حزب معارض للنظام السوري، وفقدنا في سجون هذا النظام الكثير من رفاقنا. كيف تتهموننا بالعلاقة مع النظام السوري؟ هكذا كان يقول أقطاب والرموز وقيادات ومثقفي وإعلامي حزب الاتحاد الديمقراطي. وفي هذا الفيديو سترون عينة من تلك التصريحات التي تندد بالنظام السوري وتنفي تلك العلاقة، وأنا راح يعني عامل ترتيب معين لهؤلاء الذين كانوا ينفون عن أنفسهم وعن حزبهم والطليعي حزب العمال الكردستاني وحزبهم الفرع، أنه حاشا وكلا أن نكون مع النظام السوري. كل هؤلاء التصريح الأخير لجميل بايك قلبهم على ظهورهم وقلب الطاولة عليهم وأظهرهم في ربع ثيابهم أو عراهم تماما. جميل بايك عراهم تماما، وسأريكم كيف جرى ذلك كما رأيتم في الصورة، وسأتحدث عن التصريح. التصريح كان لصحيفة النهار اللبنانية، وفي يوم 26 أكتوبر 2021. قبل هذا التصريح بحدود 10 سنوات، في 2011 2012، ماذا كان يقول آلدار خليل، نواف خليل، باهوس أردال، شاهين تشيلو، إلهام أحمد؟ هاي الخمس عينات يعني هؤلاء ماذا كانوا يقولون عن النظام السوري وقت ذاك؟ والآن قائدهم المفدى وزعيمهم الأيديولوجي وموجههم واللي حامل ريموت الكنترول وعم يتحكم فيهم جميل بايك، ماذا قال لهم وللعالم كله
في تصريحه في صحيفة النهار اللبنانية. هذا الفيديو سيكون مقطع يتناول تصريحات هؤلاء قياسا وطبقا لما ورد في تصريح جميل بايق. طبعا هؤلاء كانوا ينفون عن أنفسهم أي تصريح، أي مقال، أي بيان في أي منبر إعلامي يظهر ويقول أن هنالك علاقة ما بين حزب الاتحاد الديمقراطي أو وجود لحزب العمال الكردستاني أو علاقة لحزب العمال الكردستاني مع النظام السوري. كانوا ينفون ذلك تماما ويظهرون أنفسهم في لبوس المظلومية والحمل المقموع أمام الذئاب الإعلامية التي تحاول أن تنهش فيهم. هؤلاء الذين كانوا ينفون عن أنفسهم هذه التهمة، وهي ليست تهمة وهم متلبسون فيها، يجب عليهم أن يردوا على جميل بايك أيضا. لأرى هذا الآلدر وهذا الإلهام وهذا النواف وهذا المظلوم عبدي وباهوس أردال أيضا فليرد على جميل بايك ويقول حاشا وكلا أن نكون مع نظام ديكتاتوري. حزب العمال الكردستاني نهائيا لن يكون مع الأنظمة الديكتاتورية. أنتم انتسبتم إلى حزب كان أداة طيعة وما زالت أداة طيعة وتمني النفس أن تكون متعاونة وفي يد النظام السوري وفي يد النظام الإيراني وفي يد النظام التركي أيضا. الآن تصريح جميل بايك، وسأتي على الحديث حوله، كيف يتحدث بلهجة أوجلان عندما كان في حضن حافظ الأسد، وكيف يحاول أن يقنع نظام بشار الأسد بجدوى وأهمية واستراتيجية التعاون مع حزب العمال الكردستاني للوقوف في وجه المطامع التركية والمخططات التركية. وأوجلان في إمرالي يحاول أن يقنع الأتراك بجدوى حل القضية الكردية وأهمية وجود الأكراد في تأسيس الجمهورية وأهمية وجود الأكراد في انتصارات العثمانيين القدامى والعثمانيين الجدد. أوجلان في إمرالي يخاطب النظام التركي ويود أن يضع حزب العمال الكردستاني في خدمة النظام التركي، وجميل بايك عبر صحيفة النهار يود أن يضع حزب العمال الكردستاني في خدمة النظام السوري. والشعب الكردي تائه من يصدق الزعيم قائد الشعب الكردي أم الزعيم قائد حزب العمال الكردستاني. ومعلوم حجم التطاحن والصراع ما بين النظامين التركي والسوري أو الأسدي. والبسطاء والبهلاء والجهلة ينصتون ويتفرجون على هذا التناقض الفظيع والمريع ومنخرطين في هذه العملية. وراح يطلع لي هلا بحر العلوم أو مستنقع المعارف والفلسفة أو ترعة الأفكار والنهضة والتنوير ويقول لي هذا ظاهرة خطيرة تستهدف الشباب الكردي. يا صبايا يا شباب، لا تنصتوا لهذه الفيديوهات ولهذا الكلام، وانصتوا له ومن على شاكلته أو في حكمه. على أي حال، لنبدأ أولا ونرى فحوى تصريح جميل بايك أو النقاط. في هذا التصريح وردت نقاط عديدة لا علاقة لي بها. حديثه عن الانتصارات وحجم الحزب نفس حديث حسن نصر الله، انتصارات اللي بيحققها حزب العمال الكردستاني منذ انطلاقته منذ ال 78 وحتى الآن، سنة تلو الأخرى انتصار تلو الانتصار، وما شفنا شيء.
ومش بس هيك، المؤامرة فشلت، وفي تصريحات أخرى المؤامرة مستمرة. حيرتونا، المؤامرة مستمرة ولا فشلت؟ رسوا على بر، بدنا نعرف يعني هاي المؤامرة الكونية الدولية الموزمبيقية المريخية التي تستهدفكم. يعني هذا النقاط وشيطنة واستهداف الحزب الديمقراطي الكردستاني، أنا لست معنيا بالرد عليها. هم لديهم مثقفيهم ولديهم إعلامهم، هم يعني كفلاء بالرد على هذه الاتهامات، وهي اتهامات هشة وبإمكاني الرد عليها، بإمكاني الرد عليها ردا قويا من الردود التي تعرفونها عن وشنغوسة. لكن هذه ليست مهمتي الآن. مهمتي الآن ما هو متعلق بالشأن السوري. النقطتين الأساسيتين اللتين سأقف عندهما هي علاقة حزب العمال الكردستاني مع حزب الاتحاد الديمقراطي، وعلاقة حزب العمال الكردستاني مع النظام السوري. لأبدأ بحزب آلدار خليل. ماذا يقول جميل بايك يعني عن طبيعة العلاقة بين حزبه الأم الرئيس الموجه وحزب الاتحاد الديمقراطي؟ شو بيقول جميل بايك؟ ليست لدينا علاقة عضوية بحزب الاتحاد الديمقراطي والإدارة الذاتية. كذب، كذب. الحزب تأسس في أحضانكم وبتوجيه وتصريحات عثمان أوجلان الذي حضر المؤتمر التأسيسي مندوبا عن قيادة حزب العمال الكردستاني معروفة. ويعني تفاصيل المؤتمر التأسيسي اللي حضروا هذا المؤتمر من هم أحياء ينبغي لهم أن يظهروا ويقولوا ويتحدثوا ويردوا على جميل بايك عن طبيعة. يعني جميل بايك هلا مفكر الناس هيك أدانيها طوال وحمقى وأغبياء وراح ينطلي عليهم هذا الكلام. ليست لدينا علاقة عضوية بحزب الاتحاد الديمقراطي والإدارة ذاته، ومع ذلك نظرا إلى أن حزب الاتحاد الديمقراطي حركة كردية في غالبه، وهنالك أكراد في الإدارة، هنالك أكراد في الإدارة الذاتية، والله هنالك أكراد في، فلدينا تقارب. وجود الأكراد يعني تقارب طبيعي من يعني هو التقارب ما بين البي كي كي والبي واي دي يعني يعزوه جميل بايك إلى وجود الأكراد. ما الأكراد موجودين في أناكسا، الأكراد موجودين. شوفوا المبرر المنطقي القوي العميق العميق. الأكراد موجودين في الإدارة الذاتية، وأكراد موجودين في حزب الاتحاد الديمقراطي، وهذا سبب ومبرر كافي أنه يكون في علاقة بين حزب جميل بايك وحزب الاتحاد وحزب آلدار خليل. شوفوا المبرر الفظيع. ما الأكراد موجودين في أحزاب أخرى، ليش ما لكم علاقة معهم؟ أو ليش أنتم على خصومة وعداوة معهم، مش بس على قطيعة؟ من ناحية أخرى كان العديد من قادة قوات سوريا الديمقراطية في حزب العمال الكردستاني وما زالوا. جيب لي عضو في قوات سوريا الديمقراطية من مظلوم عبدي وبدر خان رش وما بعرف نوري ما مين وريدور خليل وآلدار خليل وإلهام أحمد. جيب لي واحد بس أعلن استقالته من حزب العمال الكردستاني بشكل رسمي. ما في. ما أنت بتتحكم بالإدارة، بتجيب وتحط. من استدعى جوان إبراهيم إلى جبال قنديل ليحقق معه ومصيره المجهول؟ سيد جميل بايك، ينبغي أن تكشف عن مصير القائد الأسايش في روجافا. ينبغي أن تكشف عن مصيره، أين هو الآن ولماذا أخذته؟ يعني حتى الآن كل القيادات الموجودة في قسد والتي كانت ضمن حزب العمال الكردستاني لم تعلن، ما بقول انشقاقها، لم تعلن أبدا، ولو من باب الخدع السينمائية كمان لم تعلن استقالتها من حزب العمال الكردستاني.
عندما اندلعت ثورة روجافا على مين اندلعت يا ماموستا؟ على مين؟ على النظام السوري. ما النظام السوري أنت في نفس التصريح تقول يعني على الجن، على الإنس، على السراب، على ماذا؟ ثورة روجافا، الثورات تندلع على أنظمة، على سلطات معينة واضحة وصريحة. ثورة روجافا على من اندلعت؟ أنت تقول في هذا التصريح وسآتي على ذكره يعني أنك على قد لا يمكن أن تعادي نظام الأسد ونظام في سوريا، ولستم يعني على عداوة أو على خصومة مع هذا النظام. عندما اندلعت ثورة روجافا أرادوا أن يخوضوا صراعا سياسيا وعسكريا في روجافا. صراعا سياسيا ضد من؟ صراعا عسكريا ضد من؟ ضد تركيا؟ ضد الفصائل الإسلامية؟ ضد الثورة السورية السلمية؟ ضد النظام السوري؟ ضد من؟ صراعا عسكريا وسياسيا في روجافا. يلي مزبط له هذا الحوار، وأتمنى أنه ما ينشر يعني الحلقة، لأنه جريدة النهار ذكرت أنه في حلقة ثانية كمان لهذا المسلسل الغريب. يعني اللي المراجعة اللغوية والترجمة لهذا الحوار كان بده يعني إذا جميل بايك بيعرف حجم التناقض الموجود في هذا لا أقام يعني لفتح له المحكمة ثورية وعادلة وأعدم، لأجرى له يعني أخضعهم لمحكمة ثورية عادلة وأعدم، بس لأنه ما بيعرف اللغة العربية ما بيعرف حجم التناقضات الموجودة في هذا الكلام. يخوض صراعا سياسيا وعسكريا في روجافا وسوريا. ضد مين يا ماموس؟ ضد مين؟ وضح. لقد اعتبرنا ذلك طبيعيا أنه هؤلاء اللي كانوا من ضمن حزب العمال الكردستاني يروحوا لسوريا ويخوضوا هذا الصراع السياسي والعسكري، طبيعي يروحوا، وإلا فإننا لسنا في وضع يسمح لنا بتحديد ما يجب عليهم القيام به من عدمه. مش صحيح نهائيا. من قام بتعيين مظلوم عبدي في قوات سوريا الديمقراطية هو حزب العمال الكردستاني، ومن يريد الآن خلعه كمان حزب العمال الكردستاني. يعني ما بعرف مين هذا المجنون اللي ممكن أن يقتنع بهذا الكلام. ما مستقل دار خليل، أنت مقتنع بهذا الكلام؟ مقتنع أنه لا يمكن لحزب العمال الكردستاني أن يحدد لك خيارك أنت وباوز أردال وشاهين تشيلو ونواف خليل؟ يعني أنتم مقتنعين بهذا الكلام؟ كلام جميل أنه فعلا أنتم عندكم إرادة وقرار حر، وأنتم المسؤولين عن إرادتكم وقراركم. وجميل بايك وقيادة حزب العمال الكردستاني لا علاقة لهم البتة بإرادتكم وخياراتكم وقيادتكم. قولا واحدا مش صحيح. هذا فيما يتعلق بالعلاقة مع حزب الاتحاد الديمقراطي. فيما يتعلق بالعلاقة مع نظام الأسد شو بيقول؟ علاقة حزب العمال الكردستاني بسوريا لها أساس تاريخي، لها كما أن لدينا علاقات بالشعب الفلسطيني والشعب العربي. يعني حدا يسأل الجميل بايك أنت شو بتعرف عن المغرب أو تونس أو الجزائر بحكم أنه عرب؟ شو بتعرف عن سلطنة عمان أو الكويت، دولة الكويت، بحكم أنه هؤلاء أيضا عرب؟ ولا هو كلام وخلاص اشلف وشلف بالشعب العربي؟ علاقتكم بالتنظيمات الفلسطينية في مطلع الثمانينات كنتم عم تتدربوا وأنتم مدينون لهذه التنظيمات الفلسطينية، الخدمات اللي قدمتها لكم وقت ذاك، كما كانت لدينا بالشعب الفلسطيني والشعب العربي. وكأنه الشعب الفلسطيني مش عربي، يعني عم يعطف الشعب العربي على الشعب الفلسطيني. لا يمكننا نسيانها. لا، جميل بايك ما بينسى هذه العلاقة. علاقتنا بحافظ الأسد
وعائلته كانت وثيقة ودافئة. بحاول يفصل، يعني وكأنه حزب العمال الكردستاني هي عائلة أوجلان، والنظام السوري هي عائلة الأسد، والعلاقة بين عوائل، مش علاقة بين تنظيم سياسي عسكري كردي مع نظام قمعي دموي فاشي طاغوتي. لا، العلاقة كانت وثيقة ودافئة. هيك بيحاولوا، ما بيقولوا مع نظام البعث، بيقولوا مع عائلة الأسد. هلا المخابرات اللي كانت تحرس أوجلان ومقر أوجلان والمعسكرات في دمشق كانت عائلة الأسد ولا مخابرات نظام الأسد؟ يعني شوفوا الغرابة والطرافة في سرد هذه التفاصيل. كانت العلاقة وثيقة ودافئة. هلا رح نشوف العلاقة الوثيقة والدافئة. ما مستقدر، ما مستنواف. ردوا ردوا على هذا الزعيم الموجل، إذا في عرق للخجل ينبض. ردوا. علاقة وثيقة لا يمكننا أن نكون مناهضين لسوريا، عم يدمج ما بين سوريا ونظامه، أو ضد الأسد، أو ضد الأسد. هذا نواف رح أذكرك هلا بتصريحاتك القديمة: نحن ضد إسقاط النظام بكل رموزه ومرتكزاته، بكل رموزه ومرتكزاته. وهذا جميل بايك هيك عم يعني بيضبكم هيك على بعض ويخرسكم خالص. يعني لا يمكن أن نكون ضد سوريا أو ضد الأسد. سبق أن أقمنا علاقات على أساس المصلحة العامة للأكراد والأخوة الكردية العربية. كذب. فليسمعها مني من أصغرهم إلى أكبرهم، من عجرهم لبجرهم، كل تفاصيل حزب العمال الكردستاني. على علاقة مع نظام الأسد، علاقة حزب العمال الكردستاني مع نظام أبدا لم تكن على أساس المصلحة الكردية إطلاقا. كانت على حساب 2-3 مليون واحد، مش مليون، نصف مليون كردي موجودين، كتلة بشرية كردية، بصرف النظر عن مقموعة مضطهدة في سوريا، مسلوبة الإرادة، مسلوبة الحقوق. علاقة حزب العمال الكردستاني مع نظام الأسد كانت على حساب هذه الكتلة البشرية، واللي ينفي ذلك كذاب بنصف عينه. كذاب. يعني العلاقة مع نظام الأسد مع لمصلحة الأكراد، المصلحة العامة للأكراد، ويعني لمصلحة أكراد إيران، مصلحة أكراد العراق، أكراد تركيا، وأكراد سوريا، والأكراد في الموزمبيق. طبعا مش صحيح إطلاقا، والوقائع تشير إلى ذلك. يعني الآن نريد أن نكون طرفا في هذه العلاقة. طبعا النظام كان يستخدم حزب العمال الكردستاني كمخلب وسلاح أو رمح أو حربة في ظهر الأتراك. بعد اتفاقية أضنا وطرد أوجلان، يعني النظام قطع علاقته نهائيا مع حزب العمال الكردستاني. كان بيحاول، لكن النظام يعني كان مسكر، وحط ايده على ممتلكات حزب العمال الكردستاني، وصادر 3 معسكرات للحزب كانت موجودة في دمشق. الآن ما بعرف شو مصيرها. والكثير، يعني اعتقل الكثير مسؤول حزب العمال الكردستاني في سوريا الآن محكوم بالمؤبد في السجون. خبات آمد عضو لجنة مركزية ومسؤول تنظيم حزب العمال الكردستاني محكوم في تركيا، لأنه النظام السوري سلم هذا الشخص، هذا القيادي، للأتراك. أكثر من 150 من كوادر حزب العمال الكردستاني على امتداد عقد النظام السوري سلمهم للأتراك بأن علاقة دافئة.
والآن نريد أن نكون طرفا في مثل هذه العلاقة. بده يحسن العلاقة، وكانوا العلاقة بلشت من 2011، جددت دورتها الدموية اللي كانت على حساب الكرد، على الرغم من أن إدارة بشار الأسد، ما بيقول نظام بشار الأسد، إدارة بشار الأسد اتبعت موقفا باردا وسلبيا تجاهنا. هلا بالله عليك، حفال جمعة نظام الأسد اتخذ موقفا باردا منك، قطع العلاقة معك وصار يسلم رفاقك للنظام التركي، وصار يقتل أنصارك تحت التعذيب. على هاي بتسميها يعني حتى الآن أنتم عاجزون عن كشف مصير ناصرية كشل المقاتلة الكردية اللي كانت ضمن حزب العمال الكردستاني. النظام السوري اختطفها وقتلها أيضا في السجون، لكنكم عاجزون عن الكشف عن مصيرها أو الضغط على النظام الكشف عن مصيرها. عثمان دادلي، أستاذ عثمان البرلماني السابق عن حزب العمال الكردستاني في البرلمان السوري، تقريبا قضى تحت التعذيب، خرج من السجن يعني عليلا مصابا بالسرطان، ويعني أطرافه كسروا له إياها في السجن. أبو جودي أحمد حسين قضى تحت التعذيب، وكثيرون قضوا من أنصاركم. هاي بتسميها علاقة باردة وسلبية تجاهنا بسبب ما حدث في روجافا. شو حدث في روجافا؟ يعني لأنه ما بعرف، يعني خلي فطاحلة روجافا وآلدار خليل ونواف خليل خلي يطلعوا هيك ويشرحوا لنا، يفسروا هذا في الغموض الموجود، انه النظام السوري اتخذ موقفا سلبيا وباردا من حزب العمال الكردستاني بسبب ما حدث في روجافا، الا اننا لم نتخذ مقاربة مماثلة. حزب العمال الكردستاني ما تعامل ببرودة وسلبية مع النظام السوري، استمر في الدفع، لم يعامله بالمثل. شوفوا الاعتراف اللي هو سيد الأدلة، هذا المبدأ القانوني المعروف، الاعتراف سيد الأدلة. حاولنا فهمهم، نريدهم أن يفهموننا أيضا. يا حرام، لم نقطع علاقتنا بدمشق قط. سمعان ماموستا نواف خليل، أنا ونواف خليل لما أنا طلعت من التلفزيون وقدمت استقالتي وقلت بطلت العمل بهذا مع مشكلة داخل غرفة الأخبار، نواف خليل قال لي، وهو طلع معي كمان، يعني قال إنه إن شاء الله نفكر إنه أنا في يوم من الأيام إذا بتأكد من إنه في علاقة بين الحزب والنظام السوري راح أبقى في هذه المؤسسة. قولا واحدا راح كمان قدم استقالتي، لكنني الآن لست متأكدا. وأنت يعني تتسرع في موقفك وعصبي وهيك شيء من هالكلام. الآن بعد مرور 10 سنوات لسه، وبعد تصريح جميل بايك، لسه نواف خليل بيشاور عقله هل فعلا حزب العمال الكردستاني على علاقة مع النظام السوري؟ وين النيزك؟ أنا بدي النيزك لك، وين النيزك؟ وينه؟ وين النيزك؟ نيزك الخجل يعني. إلا أننا لم نعاملهم، حاولنا فهمهم، نريد أن يفهموننا أيضا. لم نقطع علاقتنا بدمشق قط، إن لم يقوموا هم بقطعها لن نقوم نحن بقطعها. شايفين الإخلاص، شايفين الصميمية والحنان. إذا هن ما قطعوا العلاقة نحن ما رح نقطع العلاقة. طبعا النظام السوري في 2002 قطع العلاقة نهائيا نهائيا، وحكيت في فيديوهات كثيرة حول هذا الموضوع. الصداقة بين القائد عبد الله أوجلان وعائلة الأسد، لطالما قدرنا الصداقة بين القائد عبد الله أوجلان وعائلة الأسد. يا حبيبي، الصداقة عائلة
فاشية طغيانية فاسدة قاتلة مجرمة، فيها مش بس مجرم حرب واحد، مش بس طاغية هو يعني هو حافظ الأسد وابنه الثاني ماهر، لا، في هارون الأسد وفي ما بعرف مين. الوحيد الذي نفذ من هاي العائلة هو أحد أنجال رفعت الأسد اللي انتقد العائلة، ونسيت اسمه شو يعني، وانتقد والديه. عائلة مليانة بالطواغيت والدكتاتوريين والقتلة، كانت صداقة تربط. قل لي من تصاحب أقول لك من أنت، ما مستعد. الصداقة التي تربط عبد الله أوجلان وعائلة الأسد بيقدرها جميل بايك. لا يمكن لدمشق أن تقول أي شيء سلبي عنا، طبعا لأنه أنتم كنتوا خدمتوا هذا النظام بشكل منقطع النظير، مثل لما بيحكي هذا نواف. وإن فعلت فسيكون ذلك تقييما غير عادل وغير موضوعي. يا سلام. لطالما، طبعا في مقتطف آخر، لطالما أردنا أن تحل الإدارة الذاتية مشاكلها مع دمشق، وحاولنا استخدام تأثيرنا في هذا الاتجاه. وهذا أيضا تصريح يناقض أنه والله نحن ما لنا علاقة بخيارات الموجودين داخل الإدارة الذاتية الديمقراطية، يعني وجودها من عدمه، لا، حاولنا التأثير على هذه الإدارة يعني أنه حل المشاكل العالقة ما بين النظام السوري والإدارة الذاتية. النظام السوري، وهذا كلام واضح وسيبقى للتاريخ ويلاحق كل الموجودين في حزب الاتحاد الديمقراطي اللي كانوا سابقا ينفون أي دور أو أي تأثير لحزب العمال الكردستاني، مثل ما نظام الإيراني وحزب الله يعني ينسبون الفضل إلى أنفسهم في عدم سقوط نظام الأسد. هذا هو بصريح العبارة وبالدليل القاطع جميل بايك أيضا ينسب الفضل لنفسه ولحزبه ولأداء حزبه وتعاون حزبه مع النظام السوري فيما يتعلق بسقوط، يعني الحؤول دون سقوط النظام السوري. ماذا يقول؟ النظام السوري يعرف أيضا أنه لو وقعت روجافا وشمال شرق سوريا في أيدي داعش والمرتزقة لسقطت حلب ودمشق. ماذا يعني سقوط حلب ودمشق؟ يعني سقوط نظام الأسد. من الذي يتحكم في روجافا والإدارة الذاتية؟ هي قوات قسد ووحدات الحماية الشعبية وما بعرف منها التشكيلات الكثيرة. من يتحكم بالمفاصل العسكرية والعصب الأمني والعسكري في تلك المناطق؟ حزب العمال الكردستاني. يعني هل بقي كلام بعد هذا الكلام؟ هذا الاعتراف الصريح الدامغ القطعي الثبوت والدلالة بتعاون حزب العمال الكردستاني مع نظام الأسد من قبل من قبل جميل بايك الزعيم الحالي لحزب العمال الكردستاني، زعيم آلدار خليل ونواف خليل وشاهين شيلو وباهوس أرضان. الآن لنعد مرة أخرى إلى أقوال هؤلاء. ماذا كانوا يقولون عن النظام السوري في 2011 و2012 و2013 في بدايات السنوات الأولى من الأزمة السورية؟ وهل هذا الكلام ينسجم مع ما تفضل به القائد الرمز جميل بايك؟ مدى الانسجام ما بين تصريحات جهابذة وفطاحلة حزب الاتحاد الديمقراطي وقت ذاك مع التصريح الأخير الذي أو التصريحات الأخيرة التي أطلقها جميل بايك مؤخرا؟
نبدأ بالزغلول الكبير، ولا نخليه للأخير؟ الزغلول الكبير نخليه للأخير. إلى الصور ثم نعود. مثل ما شفتوا في هذا التصريح، في 13 ديسمبر 2011 منشور في وكالة فرات نيوز التابعة لحزب العمال الكردستاني القسم العربي، 13 ديسمبر 2011، قبل 10 سنوات تقريبا. الماموستا القمطان الكبير، القائد العسكري وقائد الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني وقت ذاك باهوز أردال، وهو من القياديين الكرد السوريين ضمن هذا الحزب. ماذا يقول عن النظام السوري؟ النظام السوري فاقد للشرعية، وكل من يدعمه فاقد للشرعية. النظام السوري وهذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح، وهذا هو الحقيقي، هي الحقيقة. النظام السوري فاقد للشرعية، وكل من يدعمه فاقد للشرعية. هلا في ناس ممكن تطلع بيقول والله بوتين منتخب بشكل رسمي، لكن فاقد للشرعية. نعم، فاقد للشرعية الأخلاقية، فاقد للشرعية السياسية فيما يتعلق بدعم الأنظمة الطاغوتية. نعم، كان من كان. الأمريكيين دعموا هذا النظام وسكتوا عنه. نعم، أي وفق هذا التقييم الأخلاقي المبدئي الذي يرد على تصريح جميل بايك. هذا التصريح في 2011 ديسمبر 2011 هو الرد الأخلاقي المنطقي الطبيعي على تصريحات جميل بايك في 2021 أكتوبر 2021. لكن الآن هل يمكن لباهوز أردال أن يرد على جميل بايك بتصريح من هالنوعية؟ فليتفضل. أنا ما راح رد، يعني سأترك باهوز أردال يرد على نفسه، يرد على هذا التصريح الحلو المرتب الأنيق. لماذا يرد باهوز أردال على باهوز أردال في 2011؟ باهوز أردال في 2020 لماذا يرد على باهوز أردال في 2011؟ منها ننطلق إلى الشخص الثاني، القيادي الثاني في حزب الاتحاد الديمقراطي. نسمع كيف يرد باهوز أردال على نفسه ثم نعود. كرداوري ببري خسر سوشتاد بالنجوبة ما يرجم بخستانة. باهوز أردال أو فهمان حسين أحد أبرز قيادي تنظيم BKK يقول إن نظام أسد مدين ببقائه حتى اليوم لميليشيا YPG وبيدي الكرديتين، ويجب على بشار شكرهما. الرجيم على النظام أن لا ينسى أنه لولا تأسيس وحدات YPG قبل 7 سنوات، ولولا السياسات التي اتبعتها إدارة BYD شمال سوريا، لما كان هناك أي أثر للنظام الآن. أردال يضيف في آخر لقاء تلفزيوني إن هذا التعاون يسري على مدينة حلب وأريافها التي لولا ميليشيا YPG أو ما يسمى بقسد حاليا لسقطت بيد الجيش الحر والفصائل المقاومة. دور مين هلا دور هبال آلدار خليل. يا هلا بيك، هلا وبجيتك. هلا هبال آلدار خليل، الرفيق المبجل، صاحب نظرية السيستم. شو بيقول عن سيستم بشار الأسد؟
إمتى؟ في 2 ديسمبر 2011. 2 ديسمبر 2011. ماذا يقول آلدار خليل عن النظام السوري؟ وهل ينسجم كلامه حاليا مع كلام زعيمه جميل بايك في أكتوبر 2021؟ يقول آلدار خليل مثل ما أنتم شفتوا بالصورة، وروابط هاي التصريحات كلها راح تشوفوها تحت الفيديو. الروابط راح تشوفوها تحت الفيديو، يعني تصريحات موثقة بالصورة وبالروابط. يعني ماذا يقول آلدار خليل؟ لا يرغب النظام البعثي الإصغاء إلى مطالب الشعب السوري، ومعرفة حقيقة أن الشعب لم يعد بمقدوره القبول بهكذا نظام. الشعب لم يعد بمقدوره القبول بهكذا نظام. ويطالب بحريته من الشعب وبكرامته. فهذا النظام القمعي يحاول دائما الرد على مطالب الشعب السوري بالقتل والاعتقال وبالوسائل العسكرية وبإرسال الدبابات والقذائف إلى المدن. هذا كلام في منتهى الذوق والأمانة والإنصاف فيما يتعلق بالنظام السوري. متى؟ في 2011، أثناء ما كانت الثورة في بدايتها. طبعا هذا الكلام الصحيح والمنطقي والمتوازن والراكز أطاح به آلدار خليل قبل أن يطيح به جميل بايك في السنوات اللاحقة، في السنوات الأخرى يعني. وطبعا بأمر من زعيمه وبأمر من حزب العمال الكردستاني وقت ذاك. يعني هذا الكلام وقت ذاك كان للاستهلاك الإعلامي، لكن الحقيقة هي يعني ما قالها، يعني ما قاله باوز أردال في الفيديو اللي انت شفتوه في المقطع في هذا الفيديو، وما قاله جميل بايك في التصريح اللي أدلى به لصحيفة النهار. إذا كل ما كنتم ترونه أو تقرؤونه أو تسمعونه في 2011 وال2012 و2013 حتى من انتقاد للنظام السوري ومن إبداء الدعم والتضامن والاشتراك في الثورة السورية، هذا كان كله ضحك على اللحى وكذب ودجل وتضليل ويعني خداع. إذا في توصيفات تانية أتمنى أن تسعفوني بها. إلى التصريح الآخر لنعرف من هو وماذا قال عن النظام السوري وقت ذاك، ثم نعود. هذا التصريح لصالح مسلم محمد، الرئيس السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي، فرع حزب العمال الكردستاني في سوريا. هذا التصريح كان في 19 سبتمبر 2011 في إحدى اجتماعات هيئة التنسيق الوطنية لقوى شو صار بهيئة التنسيق؟ يعني والشيء بالشيء يذكر. صالح مسلم وقت ذاك كان زعيم الحزب، زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي، وكان متواجد في سوريا قبل أن يأتي إلى أوروبا، وأعتقد لم يحصل على اللجوء أو الإقامة، أو قدم لكن لم يحصل على الإقامة واللجوء. وصالح مسلم أكثر من مرة حاول أن يحصل على الفيزا لكي يذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الأمريكيين لم يمنحوه الفيزا لأسباب أجهلها. هذا هذا التصريح لصالح مسلم وقت ذاك في سبتمبر 2011. شو بيقول؟ لقد حان وقت رحيل نظام الاستبداد والقهر إلى دون رجعة. كلام سليم موزون مثل العسل. هذا كلام صالح مسلم
زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي وقت ذاك، بيقول حان في 2011 وقت رحيل هذا النظام. وجميل بايك بيقول نحن على علاقة ود ودفء وقوية بين حزب العمال الكردستاني والنظام السوري. إذن أحد الشخصين يكذب، يا إما جميل بايك أو صالح مسلم. وصالح مسلم التصريح تبعه معقول ومنطقي، إنه النظام السوري حان موعد رحيله في 2011 وقبل 2011 كمان. نظام فاشي طاغي ينبغي أن يرحل إلى مزبلة التاريخ. لكن المو معقول الآن يبقى صالح مسلم ساكتا لا يعلق ولا يرد على جميل بايك. هذا التصريح اللي أدلى به جميل بايك هو إهانة لبهوز أردار ومظلوم عبدي وألدار خليل ونواف خليل وريدور خليل وطه خليل ولكل الطاقم السياسي والأمني والعسكري، كل إهانة ما بعدها إهانة لكل هؤلاء. لكن الذي لا يرد الإهانة عن نفسه ويبتلعها فإذا يعني أقل ما يقال لا نقول سأترك التعليق للناس. بعدين يقولوا شخصن ويشخصن المواضيع ويشخصن ويستهدف لغايات شخصية ولمصالح أنانية وبلا بلا 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 ومن هالكلام التافه والفارغ يعني. إذن تصريح صالح مسلم في 2011 حان وقت الرحيل. هذا نظام الاستبدادي والقهري والقمعي إلى غير رجعة. بينما جميل بايك بيقول نحن الآن أيضا نحاول يعني تقوية وتمتين ويعرض خدماته على نظام الأسد مجددا. فليرد صالح مسلم محمد السياسي المخضرم وزعيم حزب الاتحاد الديمقراطي على زعيمه جميل بايك. أشوف الجدعان والقبضايات كيف راح يردوا على جميل، وهم لن يردوا لأنه مجرد يعني واجهات وديكور ولا حول لهم ولا قوة. إلى التصريح الآخر. بعرف انه عم تستنوا يعني انه يجي الدور على الزغلول الكبير. لا، بعدين. الان الاستاذة المناضلة الكبيرة والفزة وحاليا اللي هي الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية مسد، الأستاذة إلهام أحمد المقاتلة السابقة في حزب العمال الكردستاني والعضو الحالي في حزب العمال الكردستاني، حتى هذه اللحظة هي عضوة في حزب العمال الكردستاني. هذه السياسية والناشطة السياسية اللي عم تنشط بعفرين والحسكة وأوروبا وأمريكا وناشطة دولية. ماذا قالت عن النظام السوري في 15 سبتمبر 2012؟ وهل ينسجم كلامها مع تصريحات جميل بايك؟ لنشوف شو قالت عن النظام السوري وقت ذاك. في تلك الفترة: الشعب الكردي ليس فقط جزء من الثورة السورية بل هو صاحب الثورة السورية. نعم، نحن لأن الشعب الكردي، طبعا هي لما تحكي عن الشعب الكردي تقصد حزبها أو الموالين لحزبها، لأن الشعب الكردي يناضل قبل الشعب العربي ضد النظام البحثي. نحن قبلنا من أيام ما كان أوجلان موجود في حضن النظام السوري ونحن عم ناضل، عم ننشط. نحن نشطاء وعم ننشط، نحن مناضلون وعم نناضل من هذاك الوقت.
يعني نحن الشعب الكردي يناضل قبل الشعب العربي ضد النظام طبعا هذا الكلام صحيح في حيثية واحدة فقط، مش أنصار الحزب العمال الكردستاني اللي دخلوا سجون النظام السوري حاملين قضية وحقوق ومطالب الشعب الكردي في سوريا، معروفين من هم، معروفين، لا علاقة لهم بحزب العمال الكردستاني لا من قريب ولا من بعيد. في فترة الستينات، في فترة السبعينات، في الثمانينات، في التسعينات، معروفين من قام بثورته ضد النظام السوري قبل العرب، معروفين. لكن قولا واحدا، لا الأستاذ إلهام أحمد ولا حزبها حزب العمال الكردستاني ولا زعيمها المفضل قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان. شو كمان بتقول؟ انه هي انه الثورة، الشعب الكردي ليس فقط جزء من الثورة السورية، بل هو صاحب الثورة السورية، لأن الشعب الكردي يناضل قبل الشعب العربي ضد النظام البعثي، فقد دفع الكثير من الشهداء والمعتقلين وتعرض للتعذيب إلى اليوم. تقصد إيش؟ تقصد 2012. طبعا في 2012 ما كان في سجناء نهائيا لحزب العمال الكردستاني في سجون النظام السوري ويناضل ضد هذا النظام، لكن الشعب العربي بدأ ثورته منذ سنة ونصف، لكن هذه الثورة تحولت إلى أعمال عسكرية وكذا. إذن بهذه التوصيفات المقبولة حتى الآن تصف إلهام أحمد النظام السوري. يا أما إلهام أحمد كلامها صحيح أو جميل بايك كلامه صحيح. وإذا كان كلام جميل بايك صحيح، إذا أردنا أن نعرف ماذا في إيطاليا يجب أن نعرف ماذا في البرازيل. إذا كان كلام، يعني مش معقول الاثنين يكونوا على صواب أو الاثنين على خطأ، مش معقول. وإذا كان كلامها مش صحيح وكلام الحزب هو الصحيح، إذن حزب العمال الكردستاني اللي إلهام أحمد حتى الآن عضو فيه حتى هذه اللحظة لم يقطع علاقته قط، وكان على علاقة دافئة مع النظام السوري طبقا لتصريح جميل بايك. خجلا وحياء وشخصية وقرارا لازم إلهام أحمد بكرة بس تشوف هذا الفيديو، هي وآلدار ونواف وكل الجماعة، احتراما لتضحيات الشهداء في سجون النظام السوري مع آلدار، انت بالذات وكل اللي معك لازم تقدموا استقالتكم من حزب العمال الكردستاني احتجاجا على تصريح جميل بايك. يا اما يعني سأظهركم حزب العمال الكردستاني وزعيمه جميل بايك عراة أمام الرأي العام. واحد من اثنين، ما في الخط الثالث، الخيار نحن خيارنا الخيار الثالث. يا ريت في هاي المسألة كمان يكون لكم خيار ثالث حقيقي، لا بكك لا نظام بشار الأسد، خيار مستقل خاص بكم. يا ريت، أتمنى أن تمتلكوا هذه الشجاعة وهذه الإرادة أن يكون لكم خياركم الثالث، لكن لا حياة لمن تنادي. إلى الصورة الأخرى ثم أعود. طبعا ما بيصير نحكي عن هؤلاء دون أن يكون بينهم حضرة الجنرال مظلوم عبدي، شاهين شيلو، فرهاد خليل عبدي، أو بصرف النظر عن الأسماء، لكن اسمه ضمن الحزب حتى الآن يعني ينادى باسمه شاهين، اسمه ضمن الاسم الحركي داخل حزب العمال الكردستاني شاهين شيلو. شاهين شيلو قيادي ميداني بارز، قيادي عسكري بارز، ويعني أكاد أقول أنه كخبرة قتالية وكدور داخل حزب العمال الكردستاني خبرته تتجاوز خبرة باهوز أردان.
باوز أردال معروف داخل الحزب على أنه ولاؤه يعني مستعد أن يحرق الأخضر واليابس لكي يبقى الحزب راضيا عنه. مظلوم عبده أيضا في يوم من الأيام كان هكذا، لكن تراجعت شوي. شحنة الولاء الأعمى، الطاعة العمياء عند مظلوم عبده شوي يعني تراجعت. لكن حتى هذه اللحظة حضرة الجنرال لم يقدم استقالته من حزب العمال الكردستاني. لم يقل يعني أنه أنا يعني تأكيدا وتصديقا لكلام جميل بايك. طبعا جميل بايك يقصده ويقصد آلدار ويقصد فوزة وإلهام، يعترف بأنه هؤلاء كانوا في يوم من الأيام داخل حزب العمال الكردستاني وحاليا ضمن الإدارة الذاتية. طبعا أثناء نفيه للعلاقة العضوية يتحدث، يأتي على ذكر يعني هذا التوصيف دون تحديد الأسماء، ويقصد به مظلوم والآخرين. لكن مظلوم عبدي حتى الآن لم يقدم استقالته من حزب العمال الكردي. هذا موضوع يعود له. يقدم لا يقدم ما عاد يعني ما عاد تفرق يعني، أو يعني لن تشكل فارقا كبيرا في هذا الخصوص. يعني في نهاية المسرحية أو بعد خراب بصرة يقدم استقالته من هذا الحزب، هذه الاستقالة ما عادت لها يعني نفع أو مردود بهذا الخصوص. على أي حال، مظلوم عبدي ماذا قال عن النظام السوري؟ وهل كان كلامه منسجما مع كلام جميل بايك الحالي؟ في 20 يوليو 2013 عندما يعني مظلوم عبدي كان في بدايات تأسيسه لقوات سوريا الديمقراطية وهيك قصص، شو قال عن النظام السوري في ذلك الوقت؟ قبع الشعب السوري تحت نير نظام دكتاتوري ومستبد. سمعان تدبيزه سروكي بريز جميل بايك تدبيزه شاهين شيلو تدبيجه دبيجه قال سوري دبن باني وقيد وبند ورجيمه كي دكتاتور وتوتاليتار دجيا وتجي هاف عليه في رجيم هانيه وتيكلين تي قرم في رجيم هاني رهيه. يعني هل تسمع القائد المبجل جميل بايك ماذا يقول العضو في حزبك عن النظام السوري؟ أنت بحكم يعني هذا الكلام إن كنت توافق عليه ينبغي أن تحاسب هذا العضو، أو هذا الحزب إن كان يوافق على كلامك فينبغي أن يتبرأ من التوصيف هذا ويقول لا، النظام السوري زي الفل ونحن أصدقاء قبع الشعب السوري تحت نير نظام دكتاتوري مستبد. منذ متى؟ منذ صعود حزب البعث إلى سدة الحكم في 63. يعني لما اجى أوجلان لعند حافظ الأسد كان نظام بعثي دكتاتوري مستبد منذ 63. واضح الكلام تمام. وسوريا تدار بسلطة القوانين العسكرية. هذا كلام مين؟ كلام مظلوم عبدي شاهين شولة. وتعرضت الشعوب السورية للكثير من الاضطهاد والظلم، ومع انطلاق ثورات ربيع الشعوب استطاع الشعب السوري أيضا كسر حاجز الخوف. أنا بتمنى أنت كمان وآلدار وإلهام وفوزة وكل هؤلاء تكسرون حاجز الخوف وتقولون لحزب العمال الكردستاني كفى. الشعب السوري كسر حاجز الخوف في هذا التصريح. أنت يا هذا شاهين شيلو بتمنى أنتم كمان تكسروا حاجز الخوف. وانطلاق ثورات ربيع الشعوب استطاع الشعب السوري أيضا كسر حاجز الخوف وأعلن انتفاضته على النظام. الشعب السوري والشعوب السورية تعلن انتفاضتها على النظام في 2011، وجميل بايك يعلن خدماته ويعرض خدماته على هذا النظام في 2021 وينفي قطع العلاقة مع النظام قط أبدا من خلال ال10 سنوات الأخيرة. فما رأيك دام فضلك؟ إلى الصورة الأخرى.
عشان ما حدا يزعل، يعني هذا الفيديو كان فيه شيء أحيانا بعض الانتقادات الساخرة يعني. وكلمة الزغلول الكبير بالعامية المصرية هي يعني كناية عن يعني الأهمية ويعني في شيء من النقد. فالآن أتى يعني دور الزغلول الكبير، وهو يعني الأستاذ نواف خليل، المسؤول الإعلامي السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي، وحاليا يرأس مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية ومقره بوخم، الممول والمدعوم من حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد وحزب العمال الكردستاني، مش حزب الاتحاد الديمقراطي. طبعا أنا تربطني بعلاقة شخصية من لما كنت في دمشق، وعندما أتيت إلى هنا، وفي أكثر من فيديو تحدثت عن هذا الأستاذ الفاضل، وفي هذا الفيديو أيضا أتيت على ذكره. إجمالا هنالك عشرات التصريحات أو الموثقة فيما يتعلق برأي وتوصيف نواف خليل للنظام السوري، من ضمن كعينة من هذه التصريحات في 15 أغسطس وفي ندوة في برلين 2012. هاي الندوة كانت للتضامن مع الشعب السوري. قال فيها الأستاذ نواف خليل إن حزبهم، حزب الاتحاد الديمقراطي، جزء أصيل من الثورة السورية. طيب هل بدي صدق الأستاذ نواف خليل ولا بدي صدق جميل بايك اللي بيقول أبدا لا نسعى إلى مناهضة نظام الأسد وسوريا؟ هاي فرع حزب العمال الكردستاني بيعتبر نفسه جزء من الثورة على النظام السوري، فأحدهما على صواب والآخر على خطأ. إما نواف خليل صائب، وبالتالي يفترض به أن يقول أنه جميل بايك مخطئ، يطلع علني ويحكي وينتقد جميل بايك ويقول أنت مخطئ، وإما جميل بايك على صواب وفرع حزب العمال الكردستاني بيدا أو PYD كان يعني أبدا لم يكن جزءا من الثورة السورية، طبقا لتصريح جميل بايك. هلا بيطلع لي الأستاذ نواف بيقول لي هذا الاختلاف دليل قاطع لأنه نحن لا علاقة لنا بحزب العمال الكردستاني. سأقبل هذا الكلام بشرط أنه يطلع وينتقد تصريحات جميل بايك باللغة الكردية وباللغة التركية وباللغة العربية بصريح العبارة. إذا أنا بشوف انتقادات لآلدار خليل ولنواف خليل اللي حزب العمال الكردستاني وهو حزب يخطئ وجميل بايك يخطئ، إذا عبد الله أوجلان حكى عن جميل بايك وقال إنه قتل جرحى حزب العمال الكردستاني، لندع هذه، وهي قضية أخلاقية وإنسانية، لندع هذه المسألة جانبا. لكن أن يكون حزب العمال الكردستاني على علاقة وطيدة ودافئة ويريد أن يتعاون مجددا مع النظام السوري، هكذا موقف يملي ويقتضي وبل يفرض أخلاقيا وسياسيا على الأستاذ نواف خليل أن يرد وأن يدين وأن يشجب ويعترض على تصريح جميل بايك. وقت ذاك سأقول نعم حزب الاتحاد الديمقراطي في واد، وحزب العمال الكردستاني في واد، وكل من يتهم الحزبين أو بالعلاقة العضوية، مش علاقة عضوية، الآمر والمأمور، الرئيس والمرؤوس، حزب العمال الكردستاني الآمر الرئيس والمأمور هو نواف خليل وحزبه. لنفي هذه الصفة يفترض أخلاقيا وسياسيا أن يظهر ماموستا نواف خليل
ويقدم نقدا شاجبا منددا بتصريحات الماموستا الزعيم جميل بايك. هل يمكنه فعل ذلك؟ شو بيقول؟ يعني حزبهم جزء أصيل من الثورة السورية الهادفة إلى إسقاط النظام. سمعان ماموستا جميل بايك؟ نواف يهدف إلى إسقاط النظام، وأنت في تصريحك في أكتوبر 2021 بتقول لم نكن في يوم من الأيام ضد سوريا وضد نظام الأسد. ما تعليقك؟ يعني يا ريت اللي بيتابعوا هذا الفيديو من كوادر حزب العمال الكردستاني يترجموا هذا الكلام للتركي وللكردي ويوصلوا لماموستا جميل بايك لكي نعرف يعني تقييمه وموقفه من نواف خليل، وكمان موقف نواف خليل من جميل بايك وقيادة حزب العمال الكردستاني كحزب كان لم يقطع علاقته أبدا، وهذا كلام الصحيح. وكلام نواف خليل هو اللي يعني ما في جنس الحقيقة، ما في، بس يعني الأصول والأعراف تقتضي أن يظهر ويعترف ويقول وينتقد ويبدي بأنه فعلا هو صاحب هوية وصاحب شخصية وصاحب إرادة، والمناصب اللي عاطينه إياها والراتب اللي يصرف له بصرف النظر عن قيمة ذلك الراتب أمام ميزان المواقف والمبادئ لا تعني له شيئا، فليتفضل. بدنا نشوف اللي بيحكوا هيك بالقيم والمبادئ والمثل والأخلاق. إن حزبهم جزء أصيل من الثورة السورية الهادفة إلى إسقاط النظام، وهو يناضل مع جميع السوريين الذين يسعون لبناء سوريا ديمقراطية تقر بالحقوق المشروعة للشعب الكردي وجميع الأقليات القومية ومختلف المكونات الدينية. كلام سليم، كلام معقول، ما أقدرش أقول حاجة عنه، كلام جميل. لكن الكلام البشع والكلام الحقيقي والمر هو مش هذا الكلام، هو كلام جميل بايك. أنا صار لي 11 سنة. شوفوا يا جماعة، مسألة الانتساب للأحزاب العقائدية هي صعبة، وخاصة حزب العمال الكردستاني مش بالأمر الهين، يعني خاصة واحد عنده شوية وعي وكذا. كلنا انتسبنا أو تقربنا من هذا الحزب في فترة الهيجان العاطفي، ولكن عندما تنكشف يعني ينقشع ضباب الشعارات وخرافات الأيديولوجيا، ينبغي للمرء أن يبدي موقفا. أنا صار لي 10 سنوات وأكثر أبدي هذا الموقف النقدي من هذا الحزب، وعندما أبديت كنت على حق. أخطأت نعم، لكن الموقف في بعض الحيثيات في بعض التفاصيل نعم، لكن المنحى العام المنحى الاستراتيجي كنت على حق وكانوا على باطل. وبدليل ألولو، بدليل ما رأيتموه في هذا الفيديو من تناقض مريع وفظيع بين يعني تناقض فظيع بين الحزب، وكيف أن زعيم الحزب يعني بإمكانه أن يطيح بكل هؤلاء البيادق الذي يرتضي لنفسه أن يكون بيدقا، والمناصب والرواتب والقصص هي فليستمر. أنا أعلم أن الموضوع صعب، الخروج من هذه الفاشية الحزبية وهذه العقيدة المدججة بالدم والبارود والاستبداد ليس بالأمر الهين، ليس قرارا سهلا، لكن ليس قرارا مستحيلا أيضا، ليس قرارا مستحيلا. كثيرون أبدوا مواقف وتخلوا عن هذه المنظومة الطغيانية العسكرية الاستبدادية اللي خدعت وما زالت تخدع الكرد في كل مكان، والكرد السوريين بشكل خاص. أنا أدعوهم مش للانشقاق، أنا أدعوهم للاستقالة كموقف نقدي
كموقف أخلاقي، كموقف إنساني، كموقف ثقافي، كموقف سياسي. إحدى مستويات الموقف يعني تقتضي وتملي وبل تفرض على المرء اللي بيمتلك القليل من الوعي والقليل من احترام الذات والقليل من يعني ال 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 يعني التوازن والسوية المعرفية، أن يكون له موقفا نقديا من هذه الكارثة التي تسمى حزب العمال الكردستاني. معذرة مرة أخرى على رداءة الصوت، أنتم شايفين يعني اللاقط وين، لأنه الموبايل يعني أنا كاميرا الموبايل مش بتلك الجودة، هذا من جهة. ومعذرة على الإطالة، لكن هذه الفيديوهات يعني فيها جانب توثيقي لتجربتي النقدية إزاء حزب العمال الكردستاني. بإمكان المرء المهتمين والمعنيين بها أن يعودوا إلى هذه الفيديوهات متى كان، مش بالضرورة واحد يقعد يعني أنا ما فيني سوي يعني في قضية مصيرية راح ضحيتها عشرات الألوف يعني، والرد على جميل بايك وجمع كل هذه التصريحات يعني في صراحة يعني ما فيني أسويها بربع ساعة أو نصف ساعة يعني. وهذا يعني ما يمكنني قوله وفعله إزاء هذا التصريح والموضوع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا وسعي يعني. حتى موضوع آخر، ألقاكم على خير.